السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. طبعا رمضان خلص، والعيد كمان خلص، فطبعا ايه كنا مخللين بقى مخللات قبل رمضان فخلصت. فقلت بقى نعمل شوية كده مخلل، معانا شوية خيار وشوية فلفل. وقلت اعمل الفيديو معاكم علشان الناس اللي هي بينعم منها المخلل او الفلفل او الخيار. فهوريكم طريقه سهله جدا وبسيطه جدا ومن غير مقادير، وان احنا نحط معلقه كذا، لا انت كده هتعملي الحاجه معايا بطريقه سلسه وبسيطه جدا. اهم حاجه في المخلل علشان ما ينعمش منك او يربي ريم من على الوش، ان احنا بنجيب ميه كده في اي حله عندنا ونغليها. لازم تتغلي علشان تبقى معقمه، يعني انت الميه تجيبيها تغليها على النار وبعدين تبرد. يعني كده الميه دي عندنا بردت. هنعمل ايه بقى؟ طريقه سهله جدا وبسيطه جدا. اول حاجه هنعملها، هنحط في الميه دي معلقه سكر حسب الكميه اللي عندك طبعا. يعني انا هحط هنا معلقه سكر اهو، احط معلقتين عشان الكميه كبيره وادوبها. السكر ده بيخلي الحاجه كده تبقى ناشفه وانتي بتاكليها بتقرقش كده، يعني تبقاش ناعمه. وبعدين هجيب هنا الملح اللي عندنا. بصوا بقى يا حبايبي، انا ما بحبش المخلل اعمله بمقادير او معلقه او اتنين. انا هحط الملح اللي عندي وبعد كده هدوق. في ناس بتحب المخلل ده ما يبقاش الملح فيه كتير، وفي ناس بتحبه يبقى حادق او يبقى الملح بتاعه كتير. نجيب كده الملح عندنا مثلا، نحط 3 معالق ملح. دي حسب الكميه اللي عندك، والميه هي حسب الميه. ما احطش كتير، احط 3 معالق وبعدين اقلبه واعمل ايه وادوق. افضل اقلب كده. طريقه سهله جدا وبسيطه جدا، مفيش اسهل من مخلل اللي هو الفلفل ده. الكيلو ب15 جنيه من بعد العيد كده يعتبر اهو. فطبعا ايه، قلنا نخلل شويه مخلل كده. ادوقه بقى، ادوق شويه كده واشوف الملح بتاعه مظبوط ولا لا. يعني انتي حسب رغبتك. عايز شويه تاني، حط معلقه كبيره كده. الملح لو قليل المخلل عندك بينعم، لكن لو الملح بتاعه مظبوط المخلل بتاعك بيبقى حلو. لا بينعم ولا تلاقيه طري ولا اي حاجه ولا دبل. وبعدين نجيب شويه خل برضو، احط معلقه كبيره حسب الكميه اللي عندي. انا عندي كيلو فلفل، شويه صغيرين كمان. نقلبه. يبقى حطينا ايه الميه اول حاجه عملنا الميه غليناها وبردت، بعدين حطينا فيها ملح وحطينا فيها خل. كل حاجه تحطيها في الميه. ونجيب كده ليمونه او ليمونتين، نحط القشر فيها كده يدي ريحه وطعم حلو برضو. نحط ليمونتين. واقلب برضو عصير الليمون كده. حطينا خل وليمون وملح وميه دافيه او مغليه وبرد. نجيب بقى كام فص توم فريش كده، واجي ايه شدقهم احطهم كده. الميه دي هتبقى للخيار وللفلفل. كده قلبناه. ندوقه بقى كده، الملح بتاعه برضو كده يكون داب فيه. ايوه كده مظبوط. بصوا يا حبيبي، كده انا هعمل ايه بقى؟ هجيب الفلفل. انا طبعا عملت كميه من الفلفل، هملى البرطمان اللي عندي، اشقه كده شقه بسيطه واحط. طبعا الفلفل تكوني غسلاه كويس. هتكبسي البرطمان كده بتاعك. احنا بنحب المخلل الفلفل جدا، فطبعا ايه انا هعمل كميه عامله كيلو يعني، لحد ما البرطمان ياخد وايه. افضل احط كده يا دوبك نغزه كده بالسكينه عشان الايه الملح يدخل جوه الايه الفلفل، ما ياخدش وقت. على فكره الطريقه دي هتاكلي منه بعد 3 4 ايام.
ونصيحه مني يعني، الفلفل لما يقعد عندكم يعني مثلا عملتيه وقعد فتره بيحطيه في التلاجة. التلاجة بتحفظ الحاجة قوي. حطيه كده لو البرطمان مش هيدخل عندك في التلاجة، حطيه في علب كده، علب تلاجة، وحطيه يقعد بالشهر وبالشهرين. انا عايزه اقول لكم ان انا من قبل رمضان خللت مخلل يا دوبك خلص على رمضان. هوريكم جزر دلوقتي انا كنت عاملاه من قبل رمضان وما شاء الله ما فيهوش اي حاجه عشان كنت حاطاه في التلاجة. بس طبعا خلص بقى الفلفل والخيار فقلت اعمل تاني. طبعا هعمل الكميه وارجع لكم بقى هلبس الفلفل. بصي يا حبايبي كده ايه، ان خلاص كبس البرطمان كده يا دوبك احط الميه ايه فيه. نيجي بقى لمخلل الجزر. الجزر هاتوه الصغير ده سليم زي ما هو، اغسلوه كويس جدا وجيبوا بقى حسب الكميه اللي معلش انا اسفه، انا قلت الجزر، لا الخيار، قصدي الخيار اللي عندنا. الخياره بجيبها كده سليمه زي ما انتم شايفين، وبحطها كده في اي علبه عندك او برطمان حسب الكميه. بس انا كده عامله يعني ايه نص كيلو، مش كتير، بحب اخلله كده سليم. لو انت الجزر، بصي ده القديم اللي انا بقول لكم عليه الجزر اهو، اتلخبطت وقلت لكم جزر وهو خيار. بصوا جميل عامل ازاي، ده بقاله اكتر من شهر ما شاء الله اهو. شايفين ناشف ازاي، حاجه كده جميله يعني. ده انا بقى الميه اللي تتبقى مننا عشان الميه بتاعته كانت ادمت. فانا هجيب برضو علبه واحط فيها باقي ميه عليها واحطه تاني، مش هيجرى له اي حاجه. جددت له يعني بس الايه الميه عشان بقى له فتره. اهو هحط كده الايه الخيار اللي عندي يا دوبك رصيته كده، والفلفل زي ما انا قلت لكم ده اتبقى مش حكايه. كده كده الفلفل على فكره هيدبل، فما بيدبل بيبقى ايه بينزل البرطمان بيبقى كبير عليه. ونيجي بقى هنا خلاص كده، بسم الله نصلي وسلم على سيدنا محمد. نيجي بقى هنا ايه تقليبه تانية. ده التوم ده اللي على الوش، ده التوم، التوم والليمون. انت هتنزلي زي ما هو كده، مش هتصفيه بقى لانه كده كده انا عايزاه بايه ببهارته حلو كده. اهو كده خلاص اهو زي ما انتوا شايفين. اخلي الميه تغطيه وبعد كده اقفل عليه الغطا اللي عندي واسيبه مع نفسه بقى كده اهو. ويستحسن الخيار تبقي تحطيه في التلاجة يوم ولا يومين كده يدبل بس كده ويصفر، تحطيه في التلاجة هتاكلي منه بعد يومين او 3 على طول. نجيب بقى عندنا ايه الفلفل وننزل بالميه اللي عندنا بالراحه، بسم الله. تنسوش يا جماعه اللايك، اي حد يشوف الفيديو بتاعي لايك واشتراك في القناه. اكبر بيكم معاكم ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين. اهو كده اغطي الفلفل بتاعي، شايفين اهو كده. شفتي كده، على فكره هو اول ما هيدبل هتلاقيه نزل لتحت بس، ونغطيه اهو، نغطيه كده وزي ما انتم شايفين ما شاء الله الميه مغطيه كله اهو. واجي مغطيه بالبرطمان بتاعي، الغطا، البرطمان بالغطا اهو، اقفل عليه جامد واسيبه. شويه الميه الباقيين دول ممكن برضو في حاجه اعملها، ثواني كده. نجيب الليمون ده بيدي طعم حلو، الليمون اللي انا عصرته واحطه، ولما يدبل ممكن احطه تاني اهو. يعني احط تاني لو انت عندك ليمونتين ولا حاجه كده، اديهم نص غلوه وحطيهم مع الفلفل. انا بحطه كده بيدي نكهه حلوه ليه وبيدي طعم حلو. اسهل طريقه، مش هتاخد منك 5 دقايق يعني عشان ما يبهدلناش اهو. وكده خلصنا ايه الفلفل، بسم الله. خلصنا الخيار، ونشوف علبة تانية هنحط فيها الجزر ده وعلى قرنين الفلفل دول برضو، يبقى كده ايه الجزر اللي بقى عندنا اكنك عاملاه لسه طازه. نحط برضو عليه قرنين فلفل كده في اي علبة. ثواني هشوف انا اي علبه كده واحطه ايه فيها، ويبقى كده خلصنا عندنا مخلل الجزر ومخلل الفلفل بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا. وارخص كتير واوفر من المحلات. وحاجه بصراحه انا بحب اعمل مخلل في البيت، حاجه انت تبقي واثقه من نظافتها وحاجه عاملاها بايدك، وحاجه برضو بتبقى حلوه قوي. جربوا الطريقه دي وقولي في التعليقات ايه رايكم. وكل سنه وانتم طيبين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.